النهارده بقى جايبه لكم انجح واسهل طريقه هتعملوا بيها البسبوسه. بسبوسه هتنافسوا بيها اكبر محلات الحلواني، ناعمه ومرمله وبتدوب ذوبان. هقولك بقى على كل الخطوات عشان تطلع معاكي مظبوطه من اول مره، لا هتشقق منك بقى ولا هتطلع ناشفه، يعني مستحيل تفشل معاكي تاني بعد الفيديو ده. لايك كتير للفيديو ويلا بينا نشوف الطريقه والمكونات على طول. هعمل البسبوسه النهارده بدقيق السميد الخام. عشان نحضر بقى البسبوسه هنحتاج لكوبايتين من دقيق السميد الخام، دقيق متوسط او خشن. الدقيق ده خام مش مخلوط باي حاجه خالص، في منه سايب موجود عند العطار او في محلات مستلزمات الحلواني، وفي منه اكياس مغلفه موجوده في السوبر ماركت. هنزود بقى على دقيق السميد نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره مش مليانه قوي بالشكل ده، نص معلقه صغيره ممسوحه. وهزود كمان نص كوبايه سكر. تقدروا في المرحله دي تزودوا كمان جوز هند، يعني لو حابين تضيفوا جوز هند هتضيفوا معلقتين كبار من جوز الهند. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد كده هضيف عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه. اهم حاجه السمنه ما تكونش سخنه، يا دوب بس سايحه، وكمان لازم تكون سايحه بالشكل ده عشان لما نحطها كده على دقيق السميد يتشرب من السمنه كويس. هبدا بقى ان انا ابس السمنه كويس جدا مع دقيق السميد، عايزين كل مكان في دقيق السميد يوصل له سمنه. نقلبهم بقى كويس جدا لحد ما شكلهم كده يبقى عامل زي الرمله المنديه. دلوقتي بقى هنزود نص كوبايه من اللبن او الحليب. الحليب اللي هنستخدمه لازم يكون حليب بحراره الغرفه، ما يكونش ساقع ولا ساخن، عشان لو الحليب ساخن هيبوظ البسبوسه. بعد اضافه الحليب ما بنقلبش كتير، يا دوب بس تقليبتين 3 وبنوقف تقليب خالص. البسبوسه يا جماعه ما بتتعجنش، وكمان ما نقلبش كتير، يا دوب بس تقليبتين 3 لحد ما المكونات تختلط مع بعض وبنوقف تقليب خالص. البسبوسه لو اتعجنت هتعمل عرق وهتطلع ناشفه جدا معانا ومش هتتشرب الشربات. قلبوها بقى بنفس الطريقه كده، ومجرد ما المكونات تختلط مع بعض بنوقف تقليب خالص. قوام البسبوسه لازم يكون متماسك بالشكل ده، ما تكونش سايله وكمان ما تكونش طريه زياده عن اللازم. كده خلاص البسبوسه خلصت. هنجهز بقى صينيه مقاس 28 دهنتها كويس جدا بالسمنه، وهبدا احط فيها خليط البسبوسه بالشكل ده. هوزع خليط البسبوسه في الصينيه كويس. هحاول بقى اسويها بسباتيولا كده او بايدي، المهم ان احنا نوزعها في الصينيه كويس جدا. بعد كده بحرك بقى الصينيه شمال ويمين بالشكل ده عشان كلها تتوزع بالتساوي، وبدخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. بنحطها في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا حوالي 25 دقيقه في الفرن وبنلاقيها استوت. في الاخر خالص بنولع عليها الشوايه عشان تاخد لون ذهبي من فوق. اثناء ما البسبوسه بتستوي تعالوا نحضر مع بعض الشربات. هنجهز حله او كسرولة وهنحط فيها كوبايه ونص من السكر، وهزود عليهم كوبايتين من الميه. هرفعهم على النار، واول ما يبداوا في الغليان هنزل عليهم بعصير نص ليمونه، وتقدروا تستغنوا عن عصير الليمون لان الشربات الخفيف ما بيسكرش. هنسيبهم على النار حوالي 10 دقايق او 7 دقايق كده على نار متوسطه. بعد كده هنطفي النار وبنديله نص معلقه صغيره من الفانيليا او ظرف فانيليا. اول ما نخرج بقى البسبوسه من الفرن وهي لسه سخنه هنسقيها بالشربات الخفيف السخن، يبقى البسبوسه سخنه لسه خارجه من الفرن حالا والشربات كمان ساخن جدا. شايفين ما شاء الله البسبوسه بتتشرب الشربات بسرعه جدا، بمعنى كده ان هي ناجحه 100%. والبسبوسه كمان ما شققتش واتشربت الشربات بسرعه جدا. هتاخد معانا كمان كل كميه الشربات اللي حضرناها. نسقي البسبوسه بالشربات ونغطيها بورقه فويل او بصينيه تانية ونسيبها متغطيه لمده 5 دقايق بس. بعد 5 دقايق بنشيل الغطا من عليها عشان بخار الميه ما يطريش وش البسبوسه. استنوا عليها بقى لحد ما تبرد خالص وقطعوها وقدموها وبألف هنا. القطعه بتطلع ماسكه نفسها كده، وفي نفس الوقت بتكون مرمله وناعمه وبتدوب ذوبان. بصراحه دي احلى وانجح طريقه هتعملوا بيها البسبوسه. ما تنسوش بقى تجربوا البسبوسه بطريقتي وتكتبوا لي رايكم في التعليقات على الفيديو. ولحد هنا وصلت لنهايه الفيديو. ما تنسوش لايك كتير للفيديو ده. بشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.